السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك وللإخوان في فلسطين. الله يبارك في عمرك. بخصوص سؤالك على الخلية اللي انت طبعا فحصتها او قمت عملية فحص الخلية الطابقين دي في بيوت ملكية في العاسلة. طبعا انت بعد التأكد من وجود الملكة اهدمت البيوت الملكية، ممتاز. الامر الاخر بتقول في بعض حضنة الذكور قمت بعملية فحص او اختبار لحضنة الذكور ديت، لقيت متواجد فيها فروة، مع العلم اللي انت موجود طبعا في موسم عسل. الله يبارك في عمرك، انتظر لحد ما تنتهي من موسم العسل، سواء انت عندك موسم الكينة دلوقتي او الشوكيات. تمام، بعد ما تنهي موسم العسل ينتهي وتقوم بعملية فرز او جني العسل ان شاء الرحمن، من ثم تكافح. تمام، حاليا ما تكافحش. ممكن تقدر تعمل بعض الخطوات. لو حضنت الذكور دي كمية كبيرة حاول تخربها. تمام، نقدر نقول بالمقشاط او بالسكين اللي احنا بنستخدمه في البراويز المختومة، تحاول تشط حضنة الذكور دي او تخربها، بتقلل من اعداد الفروة. تمام، ده ممكن اللي انت تقدر تعمله. انما كأي مادة تكافح بيها وانت في موسم العسل ما انصحكش. تمام، الله ييسر لك الحال، وربما يكون يعني 10 ايام او 15 يوم بالكثير وينتهي الموسم. تمام، ومن ثم تعمل مكافحة او اتنين زي ما انت عاوز، لا يوجد اي مشكلة. تمام، الله ييسر لك الحال يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي عبد الرحمن، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك ولكل الإخوان والأصدقاء في الجزائر. ما شاء الله تبارك الله، اللهم يسر يا رب. شايف الصورة اللي انت أرسلتها، نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. أزهار تبارك الله ما شاء الله بعد نزول الأمطار ونزول الغيث من الله سبحانه وتعالى. المرعى مبشر. أخونا عبد الرحمن، الله يبارك في عمرك، استغل الشيء ده. استغل الشيء ده. أنا نشرت فيديو ربما يكون قبل 20 يوم تقريبا، كان خاص بالنحالين في شمال افريقيا بالخصوص، واتحدثت فيه الناس اللي نزل عندهم او النحالين نزل عندهم امطار يستغلوا الشيء ده بالخصوص. بعد ما طلع بعض النباتات وطلع بعض الازهار، النحال يقدر يستغلها، سواء لو النباتات ديت او الازهار دي فيها رحيق يستغلها بجمع كميات عسل، لو فيها نقدر نقول ازهار غباريه او حبوب لقاح يستغلها في عمل تقسيمات. تمام، وتكاثر من النحل وتجيش نحل استعدادا للمواسم اللي هي تكون في شهر مثلا اكتوبر او نوفمبر او ديسمبر. تمام، الله ييسر لك الحال يا رب، ونسال الله يا رب التوفيق والسداد ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا محمد علي، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك ولكل الإخوان النحالين في اليمن. الله يبارك في عمرك. على المشكلة اللي موجودة عندك أو زحف النحل اللي موجودة عندك، وبتقول رحت لأحد البيطريين أو محلات البيطري واخدت منه العلاج، مكافحة فروة، والبيطري قال لك ديت أكارينا وكلام كتير كده، وأعتقد بخاخ وما شابه ذلك. طيب، الله يبارك في عمرك. أولا، هل العلاج اللي أنت أخدته تمام علاج فعال؟ ده سؤال نقدر نقول مهم جدا. تمام، هل علاج فعال؟ تاني شيء، طالما انت بتتحدث وبتقول ان في نحل صغير السن بيموت بكمية كبيرة، تمام، النحل دوت لو فيه تآكل في الأجنحة، أتمنى تشاهد النحل ده اللي بيموت ده، لو فيه تآكل في الأجنحة وتشوه، أو النحل ده بدون أجنحة نهائي، فده بيدل على ان الفروة استفحلت عندك، ومن ثم ربما جابت لك مشاكل، جابت لك فيروسات، جابت لك بعض الأمراض. تمام، وده كله بيأثر على النحل وبيجعل فيه نقدر نقول زحف في المنحل. تمام، فالله يبارك في عمرك. شيء مؤكد ان هيكون عندك موت، بس الاصل انك انت تكون كافحت مكافحة صحيحة. تمام، واسقطت اكبر كمية من الفروة. بعد ما اسقط اكبر كمية من الفروة هيلازمني الموت فترة 10 ايام 15 يوم، ده لازم يلازمني، لان النحل ده نقدر نقول المناعة بتاعته وقعت. تمام، ولكن يكون انا كافحت صح، يكون انا نظفت النحل بطريقة صحيحة، ده الاساس. تمام، اتمنى منك اللي عندك الخلايا اللي عندك لو فيها نقدر نقول بعض من حضنة الذكور، تحاول تفتح حضنة الذكور دي، تشوف في الداخل حضنة الذكور دي هل موجود فروة ولا لا. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا احمد، نسأل الله يا رب تكون في خير، اللهم امين يا رب العالمين. تحياتنا ليك وللاخوان في العراق. سألت سؤال، بتقول عندك خلية يتيمة ووضعت ملكة، وطبعا تم الافراج عن الملكة دي. بتقول مع العلم ان كان في الخلية ديت بيوت ملكية، هل ده يمثل خطر على الملكة ولا ممكن يحدث تطريد؟ اخوي احمد، الله يبارك في عمرك، طبعا فيما بعد ان شاء الله او في المراحل اللي هتكون بعد كده، سواء تيجي تنزل ملكات في تقسيمات او تنزل ملكات في خلايا يتيمة، افحص الخلية قبل الافراج عن الملك. تمام،
طيب احنا ان شاء الله نسال الله يا رب الامور تكون كويسه ومفيش مشكله، لان لو النحل تقبل الملكه، والملكه طبعا بتمر على الاطارات او على الكوادر او على البراويز في الخليه بالكامل، اي بيت ملكي الملكه بتقابله بتهدمه او بتدمره. بس احنا ليه دايما بنقول ان احنا لما نيجي نفرج عن الملكه نهدم البيوت الملكيه؟ على اساس يبقى كل اهتمام النحل بالملكه فقط. تمام، ده بيكون الهدف. تمام. طبعا حته ان ممكن يحدث تطريد، لا ما يحدث، لان الملكه زي ما انا بقول لك لو مرت على البراويز نقدر نقول في ساعه او نص ساعه اي بيت ملكي هتدمره وهتخربه. تمام، وهتدي نقدر نقول اشارات للنحل اللي داخل الخلايا او اللي داخل الخليه بتدمير اي بيت ملكي. تمام. بس احنا فقط زي ما انا بقول لك حرص، بيكون حرص مننا. تمام، ان احنا ما نسيبش بيوت ملكيه في حاله ان احنا بننزل اي ملكه عشان نخلي اهتمام النحل كله بالملكه. تمام. الله ييسر لك الحال. قوم بعمليه فحص النهارده ان شاء الله او بكره، هتلاقي الامور باذن الرحمن مستقره، ونسال الله يا رب التيسير لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا مكرم، نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه. تحياتنا ليك ولكل الاخوان والاصدقاء في فلسطين. سالت سؤال الله يبارك في عمرك، بتقول عندك النحل شرس، وعندك بعض الملكات اللي موجوده في المنحل عندك هجين ايطالي وهجين كريانولي. بتقول لو انا دلوقتي عاوز اربي نقدر نقول سلاله جماعه للعسل بالدرجه الاولى، بس كمان عاوز ان يكون السلاله ديت هاديه او فيها طبع الهدوء، بتقول طبعا تنصحني بايه؟ طبعا الله يبارك في عمرك اخونا مكرم، سواء النحل الايطالي، خلي بالك من الكلام، ركز معايا اتكلم في ايه. النحل الايطالي والنحل الكريانولي، تمام، طبعا من طبيعه النحل ده جماع ما شاء الله للعسل، بالخصوص الكريانولي كشراسه. الايطالي نقدر نقول من اهدى السلالات الايطالي، السلاله الايطاليه من اهدى السلالات، والكريانولي كذلك برضه هادئ. ولكن المشكله فين؟ المشكله لما يكون الايطالي او الكريانولي فيه هجن او متهجن. ليه؟ لانك ما تضمنش اتلقح من ذكور ايه، لان لو اتلقح من ذكور شرسه اصبح الناتج او الشغالات اللي هتنتج عنه هتحمل طبع الشراسه. تمام، هنا المشكله، هنا المشكله، لان انت طبعا انت بتتكلم عندك ملكات نقدر نقول هجين، فاحتمال يكون متلقحه من مجموعه من الذكور، سواء مثلا ذكور نحل شرس او ذكور نحل في سوري طبع الشراسه، او ايا يكن النحل اللي موجود عندك شرس، لقحت الملكات دي اصبح ان الناتج بتاعها هيكون في شراسه. تمام. طيب انصحك بايه؟ انصحك الله يبارك في عمرك الخلايا اللي عندك اللي تكون شرسه اي حضنه ذكور تخلص منها. تمام. الخلايا اللي تلاقيها مثلا فيها طبع الهدوء او ممتازه سيب حضنه الذكور منها، بل بالعكس ده ممتازه. تمام. الخلايا اللي تلاقيها عندك في منحلك ممتازه، تمام، حاول تاخد من الملكات بتاعتها وتكتر او تعمل عمليه تكاثر في التقسيمات وما شابه ذلك. الامر الاخر الله يبارك في عمرك اخونا مكرم، لابد التفرقه ما بين الشراسه، تمام، المؤقته والشراسه الدايمه. بمعنى الشراسه المؤقته بتكون مثلا مع ايام موسم العسل، ايام التحضير ما شابه ذلك، موسم عندك كينا مثلا في فلسطين والنحل فيه نشاط يكون في شراسه اسبوع او 10 ايام، ومن ثم بعد انتهاء الموسم النحل يكون هادئ. دي شراسه مؤقته. الشراسه الدايمه دي المشكله، اللي هو نقدر نقول خليه ضعيفه فيها شراسه، خليه قويه فيها شراسه، الخليه على مدار السنه كل ما تقرب منها تكون شرسه. تمام. في الحاله ديت بيبقى صعب على النحال، في الحاله ديت النحال المفروض ان هو يسعى جاهدا ان هو يغير ملكات الخلايا دي. تمام. نتمنى بس التفرقه ما بين الله يبارك في عمرك الشراسه المؤقته والشراسه الدايمه. تمام. الشراسه المؤقته بتكون عندنا باستمرار دايما، سواء انا او غيري او كل النحالين دايما بتشتكي، يقول لك النحل شرس الاسبوع دوت، النحل شرس الشهر دوت. تمام. ولكن سرعان بعد كده النحل بيكون هادئ يعني. تمام. الله ييسر لك الحال، ونسال الله يا رب التوفيق ليك. طبعا سواء كرينولي او ايطالي ما شاء الله انا بقول لك في جمع العسل الاثنين يعتبروا ممتازين، ولكن دوت طبعا في حاله نقدر نقول لو السلاله نقيه، انما لو داخل فيها تهجين حاول انت تشوف الافضل ايه منهم وتخليه عندك في منحلك وتكتر منه وتاخد منه بعض الملكات كتقسيمات. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي أحمد، نسأل الله يا رب تكون في خير، اللهم امين يا رب العالمين، والإخوان كلهم في سوريا. طبعا نعم، هي دي الخميرة الحبيبات أو الخميرة نقدر نقول اللي بنستخدمها في عمل بدائل حبوب اللقاح اللي انت هتقوم بيها. الله يبارك في عمرك، أول شيء الخميرة دي حبيبات هتطحنها وتنعمها. تمام. لابد تطحنها الأول، ممكن تطحنها في أي ماكينة عندك تخليها ناعمة، ومن ثم طبعا تضيفها على السكر المطحون وتضيف المكونات الأخرى
اتوقع ربما يكون شاهدت الفيديو، ولو ما شاهدتوش اقدر ارسل لك الرابط اللي هو خاص بالعجينه البروتينيه اللي انت ممكن تعملها، تمام، كمقادير او ما شابه ذلك. اهم حاجه تخلي العجينه متماسكه، واهم حاجه زي ما انا بقول لك تطحن الخميره دي تنعمها قبل ما تبدا في عمل العجينه، تمام. الله ييسر لك الحال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه، تحياتنا ليك ولكل الاخوان في العراق. الله يبارك في عمرك. سألت سؤال بتقول عندك بعض الخلايا على 3 براويز وبعض خلايا على 10 براويز. بتقول طبعا انت موجود دلوقتي في موسم عسل، هل نقدر نقوي الخلايا الضعيفة اللي على 3 براويز دلوقتي ولا بعد انتهاء الموسم؟ لا، ان شاء الرحمن بعد انتهاء الموسم تقدر تعمل اللي انت عاوزه، توازي الخلايا، تدعم الخلايا، لا يوجد مشكلة، ولكن بعد انتهاء الموسم، تمام. في التوقيت الحالي مع الموسم اللي انت موجود فيه، خلي الخلايا القوية ما شاء الله اللي على 10 براويز، اللي على 8 براويز، خليها بالقوة بتاعتها عشان تقدر تستفيد منها من كمية جمع عسل او رحيق، ونسأل الله يا رب التوفيق في الامر ده، تمام. بعد انتهاء الموسم ان شاء الله وعملية فرز العسل او جني العسل، تمام، من ثم الله يبارك لك تقدر مثلا حبيت تعمل تقسيمات مرة اخرى، تمام، من الخلايا القوية ما فيش مشكلة. حبيت تدعم بعض الخلايا اللي على 3 براويز ببرواز حضنة من الخلايا القوية، ما فيش مشكلة، تمام. الله ييسر لك الحال، وتحياتنا للاخوان في العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا بدر الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. اول شيء شوف الاخ اللي بيقوم برش الرش اللي هو عندك في مبيدات دوت، او اللي برش سموم دوت، مقصود كلامي شوف هل انتهى ولا لا. طبعا لو انتهى خلاص، وحاول تشوف بعض المزارعين او اللي عندهم نخيل او اللي بيرش المواد دي، اديله رقم التليفون بتاعك، رقم الجوال، قول له انت بترش بلغني، تمام، على اساس تعرف انت تتعامل، تعرف تعمل ايه، تمام. اهم شيء دلوقتي اللي احنا عاوزينه انك انت تتواصل معاهم، شوف هل هيرشوا تاني ولا خلاص انتهم. طبعا لو انتهم خلاص نقدر نقول اللي مات الله يعوضك عليه، تمام. وبالتالي الله يبارك في عمرك نقدر نقول الخلايا اللي قلت فيها النحلية شوية، تحاول مثلا تشوف ان كان مثلا محتاجة ان هي تشيل منها برواز، تضغط، ما شابه ذلك. خلينا نقدر نقول ضعفت، تحاول مثلا تدعمها. بس ده كله طبعا لما تتأكد ان مفيش رش تاني، تمام. خلاص هتاخد اجراءاتك وما شابه ذلك. هيكون عندك تساقط، خلي بالك، هيكون عندك تساقط ربما مثلا يستمر يوم 3 4 لحد ما المادة الفعالة للمبيدات الحشرية تنتهي نهائي، تمام. ولكن احنا بنقول الموت لا قدر الله الكبير او الكوارث بيكون في ساعة الرش او بيكون يوم الرش، تمام. انما ان شاء الله يكون المادة الفعالة باذن الله انتهت. وطبعا انت بتقول في حركة صروح اليوم ربما يكون كويسة، ممتاز، الله ييسر الحال يا رب. بس احنا بس عاوزينك تتأكد من الشيء دوت. وكذلك لو عنده عامل، تمام، حاول برضو تأكد عليه ان العامل ما ينفعش مثلا يرش جرة على بعض الازهار او شبه ذلك، لان ده نحل، ده نحل، تمام. اي زهرة هيروح عليها وبالتالي هيتأثر، تمام. والله يسترها يا اخي. اهم شيء بس تتأكد ان خلاص الرش انتهى، ومن ثم زي ما انا بقول لك تحاول تظبط الخلايا اللي عندك، او نقدر نقول النويات اللي مات فيها نحل لا قدر الله تنظفها من النحل الميت. بعض الخلايا مثلا لو نقص فيها الكثافة النحلية تحاول تشيل منها برواز فارغ، يعني تحاول تعمل عملية دعم يعني، تمام. والله ييسر الحال. طبعا البراويز اللي هي مات فيها النحل دي، او النويات اللي كان فيها براويز ومات فيها النحل، البراويز استخدمها اخويا بدر الله يبارك لك. البراويز ما فيهاش مشكله، لان النحل اصلا مات بعد دخول النويه، انما البرواز نفسه تمام ما فيهوش مشكله، حتى لو فيه عسل لا يوجد فيه مشكله، لان النحل ما خزنش فيه حاجه، تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه، تحياتنا ليك والاخوان في الجزائر. بتسأل بالنسبة لتحييد الملكة في موسم الفيض، بتقول هل ممكن يكون نقوم بالتحييد على الملكة بالتقفيص عليها بالقفص نص كرة في موسم الفيض، وكم مدة التقفيص على الملكة في موسم الفيض؟ طبعا الله يبارك في عمرك ما فيش مشكلة وانت تقوم بالعمل ده، تمام. بس انصحك انك انت ما تزودش عن اسبوع، انصحك ما تزودش عن اسبوع مقفص على الملكة. دي رقم واحد. رقم اتنين، في امور اخرى تقدر تحيد على الملكة، يعني بمعنى صح اضافة حاجز ملكي، تمام. لو الخلية عندك طابقين 20 15 برواز، حط حاجز ملكي ما بين العسيلة وما بين طابق التربية. طب لو عندك خلية فيها 7 براويز، فيها 10 براويز، ممكن تستخدم الحاجز الملكي على بروازين. طب ليه انا بتكلم على الحواجز الملكية؟ لانك بتسمح بان الملكة تعمل في وضع البيض ما تنقطعش، ومن ثم تقلل من كمية البيض وبالتالي تستفيد من كمية عسل.
ولكن لو الامور مش متاحه عندك ومفيش اي حواجز ملكيه خالص، مفيش مشكله، ممكن تحيد الملكه او تقفص على الملكه لمده اسبوع. تمام، ما تكترش. ليه؟ لان انا مش عاوزك تخلي الملكه عندك متقفص عليها شهر او شهر وشويه او 25 يوم، لان ده كله انقطاع البيض ده كله وانقطاع الحضانه ده كله هيكون فيما بعد ليه تاثير في، نقدر نقول، تفاوت ما بين الجيل الاخير والجيل اللي بعد كده، اللي لما تيجي تفرج على الملكه تضع فيه بيض. تمام، فاحنا مش عاوزين نحدث تفاوت في الاجيال داخل الخليه. فاهم اتكلم في ايه؟ تقدر تقول الهدف ايه؟ الاسبوع 10 ايام اللي انت تقفص على الملكه يكون النحل رش رحيق او قام بتخزين عسل، ومن ثم هتضيق على الملكه، وبعد كده لو افرجت عنها بعد اسبوع هيكون الامور ممتازه. تمام، اتمنى يكون الصوره واصله لك والخيارات كلها امامك، تقدر تشوف اللي يناسبك ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا محمد، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة، اللهم آمين. الله يبارك في عمرك. أنا صراحة ما انتبهتش للسؤال. تمام، دي أول شيء. تاني شيء بخصوص سؤالك، الله يبارك لك، هل يؤثر إضافة برواز أساس لصندوق التربية مغلقة للعاسلة حتى موعد جني العسل وتخزينه في هذه الفترة؟ وهل يقوم النحل بمواد الأساس الشمعي حيث أن حاليا درجات الحرارة أكثر من 35 درجة مئوية؟ أول شيء الله يبارك في عمرك، إن النحل يقوم ببناء الأساس الشمعي على 35 درجة مئوية مفيش مشكلة، ولكن طبعا لابد يكون عندك نشاط في النحل. النحل بيدخل كميات من حبوب اللقاح، عندك كثافة نحلية. تمام، بالتالي النحل هيقوم ببناء الأساس الشمعي. تمام، دي أول شيء. تاني حاجة الله يبارك في عمرك، إنك أنت تضيف برواز أساس في صندوق التربية. تمام، طالما إن فيه في صندوق التربية عندك النحل يغطي، نقدر نقول، البرواز الأساس ده، أو النحل محتاج لبرواز أساس، ضيف برواز أساس، لا يوجد مشكلة. تمام، ولكن طبعا لما تضع البرواز الأساس ده في طبق التربية ومن ثم الملكة بعد كده تضع البيض فيه، بالخصوص في موسم العسل، بمعنى انت دلوقتي لما تحط برواز الأساس ده في طبق التربية والنحل يقوم ببنائه، تمام، أول شيء الله يبارك في عمرك الملكة موجودة جنبه، فبالتالي هتضع فيه البيض. البيض ده ربما يأثر عليك بالسلب لو انت في موسم عسل. تمام، طبعا لو انت في وقت تجييش نحل، او انت نقدر نقول بتقدم تغذية، تمام، خلاص لا يوجد مشكلة. انا بس منبهك لنقطة معينة. تمام، اهم حاجة طبعا يكون عندك كثافة نحلية تغطي البرواز ده. تمام. الله يبارك في عمرك، بتاعة رفع براويز حضنة مغلقة للعاسلة، مفيش مشكلة. ايه المشكلة؟ انت اولا لما بترفع براويز حضنة مغلقة للعاسلة، لو انت في موسم عسل فانت بتستفيد. تمام، بالخصوص لو انت واضع حاجز ملكي ما بين العاسلة وما بين التربية. تمام، ولو انت وقت تجيش نحل وبترفع الحضنة للعاسلة، بتنزل طبعا مكانها براويز اساس على اساس النحل يبنيها وتعمل توسع. تمام. في نقطة مش واضحة ليا صراحة، بتاع وتخزينه في هذه الفترة، اتمنى توضح لي النقطة دي. تمام، مش عارف هل انت تقصد ايه بتخزينه في الفترة دوت؟ هل تقصد البراويز اللي فيها عسل في العاسلة بتخزنها، ولا تقصد ايه؟ وضح لي بس النقطة الأخيرة دي. أخويا محمد، الله يبارك في عمرك، لو كمية الرحيق اللي جاية من الشوكيات ضعيفة فيفضل ما تضيفش أساس. تمام، يعني أنت فاهم أنا أقصد إيه؟ يعني أقصد إن بمعنى أصح الكمية ضعيفة من الشوكيات أو المرعى مش على قد المستوى. تمام، وباقي لك حدود 10 أيام أو حاجة إن شاء الله وتقوم بعملية فرز العسل أو تجني العسل، فبالتالي خلي الخلية عندك مضغوطة. تمام، وما تضيفش أي أساسات، على أساس إن نقدر نقول النحل يجمع كمية كويسة من الرحيق، يحاول بقدر الإمكان يختمها. نقدر نقول البرواز اللي يخرج منه الحضنة مباشرة النحل يجمع فيه أو يكبس مكانه، مكان الحضنة اللي خرجت دي رحيق، ده يكون أفضل، لأن إضافة أساس هيستهلك كمية عندك، نقدر نقول، من الرحيق. في أمر آخر، لو أنت عندك بعض الطرود اللي فيها نقدر نقول براويز مبنية، ممكن تشيل البراويز المبنية دي تنزلها للخلايا اللي محتاجة، خلايا الطابقين أو ما شابه ذلك. تمام، أتمنى يكون الجزئية دي واصلة لك.